كن جاهز متشالح الدين واحد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي نعبده وحده ولا نشرك معه أحد أبدا آمين. نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد الإصحاح الثاني. كنا وقفنا عند الآية 9. حبيبي هو شبيه بالظبا أو بظفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. هو ذا واقف وراء حائطنا. يوحنا سليمان الحكيم بروح النبوة يرى أقنوم الابن قد جاء في الجسد وراء حائطنا، جسدنا احنا، فظهر في الجسد، هو واقف وراء حائطنا. خلي بالك انه سليمان الحكيم هو الذي اخبر في سفر الامثال 30 وقال: من صعد الى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنته، من سر المياه في ثوبه، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه واسم ابنه إن عرفت. سفر الأمثال احنا قلنا بيمثل الروق الخارجي في بيت الرب، والروق الخارجي في بيت الرب هو إلى كل الأمم أن تأتي لتنال الحكمة. بيقول لكم تعالوا يا بشر، تعالوا يا بني أدمين، تعالوا خذوا الحكمة. الحكمة تعرف طبيعة الذات الإلهية، ما اسمه واسم ابنه إن عرفت. بيتكلم عن الذات الإلهية، بيتكلم عن الذات الإلهية. إذا قبلت الدعوة إنك تأتي فتأخذ الحكمة لتعرف الذات الإلهية، تدخل من الروق الخارجي إلى الروق الداخلي فتتعرف على السيد المسيح. في الروق الداخلي في مسبح النحاس وفي المرحضة، تتعرف على العماد، تتعرف على الصليب. السيد المسيح مسبح النحاس والمحرقة الدائمة هي رمز السيد المسيح الصليب. بعد أن تتعرف على رمز السيد المسيح الصليب الذي نال عذاباته من أجلك، وبعد أن تنال المغفرة بالمعمودية، تتقدم إلى القدس، القسم الرابع، القسم الثالث من بيت الله، حيث مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح الذهب. مائدة خبز الوجوه هو جسد السيد المسيح، تكون مستحق انك انت تتناول من جسد السيد المسيح. وبعد ما تاخد المعمودية بتاعتك، وبعد ما تاخد التناول، وبعد ما تكون عندك اساسا استعداد لاستقبال الروح القدس، المنارة هي الروح القدس، ترى مذبح الذهب اللي هو رمز السيد المسيح الشفيع بالسماء. بعد ده كله تدخل إلى قدس الأقداس. في قدس الأقداس يقول لك كده: خلاص فهمت، خلاص فهمت، واقف هو ذا حبيبي واقف وراء حائطا. هتجد تابوت العهد، هتجد الصمت والذي المغطى بالذهب من الخارج والداخل، تجد السيد المسيح له كل المجد في لاهوته، اتحاد اللاهوت بالناسوت دون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يرى كل هذا سليمان الحكيم قبل 900 سنة قبل الميلاد. وبعد سليمان الحكيم ب1000 سنة يأتي الوحي المقدس على لسان يوحنا البشير فيقول: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كمجد ابن وحيد مملوء نعمة وحقا. البشارة، المسألة واضحة يا بشر، افهموا. عايزين تنالوا الحكمة، ايه بيدعوكم؟ الروق الخارجي بيدعوكم للحكمة.
قبلت الحكمة، خلي بالك، خلي بالك، الحكمة لها شرط، انك تأتي فتأخذ الحكمة. بيقول لك كده: الحكمة لا تلج للنفس الساعية بالمكر ولا الجسد المسترق الخطيئة. امال انال الحكمة ازاي؟ اطلبوا الرب بقلب سليم. عشان كده البشارة لما جات للسيدة مريم العذراء قال لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. خلي بالك الكلام ده فين؟ الكلام ده في لوقا، اللي هو أخبر عنه بالوحي المقدس سليمان الحكيم قبل 900 سنة قبل الميلاد. قال: ما اسمه واسم ابنه إن عرفته. بيقول لك المولود، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اسمه ايه؟ اسمه يسوع القدوس المولود منك. بعد 900 سنة. شايفين يعني ايه نبوءة؟ شايفين يعني ايه نبي يأتي بحلقة فيأتي اللي بعديه بحلقة فيأتي اللي بعديه بحلقة، فتكون سلسلة النبوءات التي لا تنفصل. عشان كده اي فكر غريب، اي حلقة غريبة عن هذا التسلسل على طول تتكشف. كل واحد يجينا يقول لنا انا رسول من عند الله نصدقه؟ لا، ما هو لازم يكون متناسق مع ما قبله وما ما بعده. ما هو ربنا ما بيغيرش كلامه. ما فيش وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو أحسن من. طب لما أنت نسختها جاي بمثلها ليه؟ هتجيب واحدة زيها ثاني ليه؟ ما فيش الكلام الفاضي ده. لا، كل نبي يأتي فيؤكد النبوءة النبي اللي قبله وينبئ بنبوءة اللي بعده. 900 سنة قبل الميلاد يأتي سليمان الحكيم يقول: ما اسمه واسم ابنه إذا عرفت. طبيعة الذات الإلهية، الآب والابن والروح القدس، الثالوث المقدس. هم ثلاثة؟ لا، هم واحد، بس طبيعة الذات الإلهية هي الثالوث. عايز تفهم؟ ادخل اطلبوا الرب بقلب سليم. مين اللي أخذ جسد؟ أقنوم الابن القدوس المولود منك يدعى ايه؟ يدعى ابن الله. واقف وراء حائطنا أخذ جسدا. طب فسر لنا زيادة. اهو انجيل يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كابن وحيد للآب مملوء نعمة. الابن اللي هو مين؟ الكلمة اللي هي مين؟ اللي هي الكلمة اللي هي أقنوم الابن. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا. ازاي؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أخذ جسدا من سيدتنا وملكتنا العذراء مريم. الكلام ده ما هوش استنتاج، الكلام ده كتابي، ما هو موجود. ما أنا بقرأ آيات من الكتاب المقدس قبل 900 سنة أنبئ عنه، 900 سنة قبل الميلاد. طيب ازاي؟ هل فعلا أثبت لنا خلال ظهوره، هل رأى سليمان الحكيم قبل 900 سنة إنه أظهر لنا لاهوته؟ بص يقول إيه: يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. جاء السيد المسيح أقنوم الابن في جسد بشري، وكان يظهر لاهوته بمقدار ما يحتمله البشر. ذلك التجلي طلع في سلطانه، طلع في سلطانه. ركبوا البحر، ركبوا المركب، البحر هاج، الهواء هاج. فانتهر البحر وانتهر الموج. يجي شخص ملبوس بلاجئون بعشرات الشياطين، فانتهر: اخرج منه وادخل في الخنازير. سيطرت على الأمراض، احمل سريرك وامشي. ده ينزلوا له المفلوج يقول له مغفورة لك خطاياك. مين اللي يقدر ينفع؟ ما هو بيوسوس، يتطلع من القوى، يصوصو من الشبابيك، بيصهر لاهوته.
مغفورة لك خطاياك. الفريسين والكتبة بقى اتجننوا، من ذا الذي يستطيع أن يغفر الخطايا؟ يظهر لاهوته بمعرفته ما يدور في صدورهم، يقول لهم أيهما أيسر، أن أقول مغفورة لك خطاياك، أو قل أحمل، أو قم واحمل سريرك وامشي. ولكن لتعلموا، افهموا يا بشر، لتعلموا أن لابن الإنسان سلطانا لمغفرة الخطايا، لك أقوم، قم واحمل سريرك وامشي. ما هو لو ما كانش يستطيع أن يغفر الخطايا المعجزة ما كانش تم، وللوقت قام وشال سريره ومشي. خلق عينين الأعمى. بني إسرائيل اللي ظهرت فيهم كل المعجزات، يطلع واحد يقول لي يا أخي سيطر على البحر، ما هو موسى شق البحر. سيطر على الريح، ما هو موسى أرسل ريح شمالية غربية. ده يشوع بن نون وقف الشمس 3 أيام في السماء. ده في أنبياء في العهد القديم أقاموا موتى. لكن هناك فرق بين المعجزات اللي كان بيعملها السيد المسيح والمعجزات اللي عملوها كل الأنبياء في قبله. الكلام ده كتابي. بص اليهود اللي شافوا كل الأنبياء، أرسلوا كل الأنبياء في العهد القديم وعملوا كلهم عملوا معجزات ومعجزات عظيمة جدا. يقول إيه الوحي المقدس في متى؟ يقول لم يظهر قط في إسرائيل مثل هذا. ما شفناش قبل كده واحد بيعمل هذه المعجزات. بيعمل هذه المعجزات إيه؟ بيعمل هذه المعجزات بسلطان. ما هو الأنبياء والرسل كانوا يعطوا معجزات، يعطوا قوة من السماء أنهم يعملوا معجزات، لكن ده كان بيعمل معجزات بسلطانه. بسلطانه. ده حتى لما جه قال لهم نحن ذاهبون اورشليم وابن الانسان هيعذبوه يضربوه ويموتوه في اليوم الثالث يقوم. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اقيمها. انا اللي حقيم نفسي، انا لي سلطان انه انا اضع نفسي واقيمها. ليه؟ لانه اتحاد اللاهوت بالناسوت دون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. عشان كده الايه بيقول يتطلع، بيقول من واقف، هو ذا حبيب واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوصو من الشبابيك. كشف عن لاهوته بالمقدار الكوى والوسوسة من الشبابيك التي تتحملها نحن البشر، بس أثبتها إثبات كامل. خلي بالك الكلام ده كلام كتابي وكلام مفهوم، بس إذا عايز تفهمه في شرط. الحكمة لا تلج للنفس الساعية بالمكر ولا الجسد المسترق الخطيئة. ربنا قال كده. عايز تفهموه؟ قال نفهمه ازاي يا رب؟ اطلبوا الرب بقلب سليم. حبيبي هو شبيه بالظبا وبغفر الأيائل. دقة الوحي المقدس، روعة الدقة في الوحي المقدس. الظبا هي الغزالة الرقيقة. الغزالة اللي هي الأنثى بتمتاز بحدة النظر، نظرها عاد يعني حاد جدا، بترمز الأعداء من بعيد جدا، وخاصة بترمز بتلقط الحيات. العدو الأول للغزال هو الحيات. فبهذا النظر الحاد بتشوف الحيات من بعيد جدا. والأيائل هم ذكر الغزال، وذكر الغزال بيمتاز بسرعة شديدة جدا بحدة النظر، ترى الحيات من بعيد فتجري بسرعة الأيائل عشان تدوسها. عشان كده هذا السلطان حبيبي شبيه بالظبا وغفر الأيائل. أعطانا الرب الإله هذا السلطان، أعطانا حدة النظر التي نرى بها الحيات، نرى بها العدو، وأعطانا أن نكون مثل الأيائل اللي هي في سرعة نستطيع أن ندوس هذه الحياة. يقول الوحي المقدس لأنه أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب. خلي بالك من الدقة، خلي بالك من الروعة، روعة الوحي الإلهي. غفر الأيائل. يعني إيه غفر الأيائل؟ اللي هي الأيائل الصغيرة. سليمان الحكيم هنا
لا يرى فقط بروح النبوة أن الابن قد أخذ جسدا، بل يرى أنه أخذ مراحل النمو البشري، فولد طفلا صغيرا، طفلا صغيرا، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، فهو اتحاد اللاهوت بالناسوت دون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير منذ اللحظة الأولى للبشارة لما جاب الشرها الملاك: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. تتأكد النبوءات، ويجي أشعياء النبي 750 سنة قبل الميلاد يقول: لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، تكون الرئاسة ويدعى اسمه عجيبا مشيرا. اسمه ايه المولود ده؟ اسمه ايه؟ اسمه يسوع. يسوع يعني ايه؟ يسوع يعني يخلص، فهو اسمه عجيبا يشير إلى خطة الخلاص العجيبة التي أعدها الله منذ تأسيس العالم لخلاص البشرية. بص المواصفات، بص تكملة الوحي المقدس، مواصفات أشعياء 9: لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. ويطلع واحد يقول لك: أين قال المسيح على الله عبداله؟ يا راجل، بيقول لك إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ده مين؟ ده مين؟ لكن لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون ولا يفهمون. إذا قبلت الدعوة أخي الحبيب، أخي المسلم، إذا قبلت الدعوة التي وجهها لك الوحي المقدس على لسان سليمان الحكيم في سفر الأمثال: ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، وأتيت إلى الرب الإله لتنال الحكمة، ليس بمكر وليس بجسد مسترق الخطيئة، تستطيع أن تفهم وتعرف سر اللاهوت والناسوت وسر الخلاص إذا قبلت الدعوة. عشان كده هنا العروس بتؤكد، بتقول العروس اللي هي النفس البشرية أو جماعة المؤمنين أخذت هذه الصفات الخاصة التي تميز العدو اللي هو إبليس. أخذ الصفات اللي هي إيه؟ حبيبي شبيه بالظبا وغفر الليالي، اللي هي حدة النظر وسرعة الجري للقضاء على الأعداء. أخذتها فاستطعنا أن أعطانا سلطانا ندوس على الحياة وعلى العقارب بحدة النظر الظبا، نرى الحيات من بعيد فنجري بسرعة الأيائل وندوس هذه الحيات، ندوس هذه الخطايا. الوحي المقدس في متى بيقول: تساقون أمام ولاه وملوك، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في ذلك الساعة ما تتكلمون بها، لأنكم لستم متكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم. يبقى الآية هنا أساسا تتكلم عن أن السيد المسيح له كل المجد عندما جاء في الجسد كان يكشف عن لاهوته بالقوة، بالوسوسة من الشبابيك، بما نحتمل نحن البشر هذا اللاهوت. الآية 10: أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. الآية اللي فاتت رأينا يسوع المسيح يتطلع، يوسوس من القوة. أجاب الحبيب وقال: قومي. الآية دي موجهة للنفس البشرية التي قبلت المسيح، وركزوا معايا في الآية دي مهمة جدا. الإخوة المسلمين اللي معانا اللي قبلوا السيد المسيح في بداية حياتهم ولكنهم ما زالوا خائفين مرتعبين من العالم، هذه النفس التي بدأت تتعرف على الكتاب المقدس،
بدأ السيد المسيح يظهر له ذاتها بتجسده وإعطائه قيامة ونصر على الخطية، يبشرهم إنه مهما كان في العالم ومحاربات العالم ما يخافوش. الوحي المقدس يقول إيه؟ ثقوا إني أنا قد غلبت العالم. فيقول لها قومي وتعالي يا حبيبتي يا جميلتي، قومي يا حبيبتي قومي. أول كلمة يا قومي. لابد أن بداية الطريق هو القيامة من موت الخطيئة. قومي، أول كلمة قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي يا حبيبتي، لقد عرفت هذه النفس البشرية حب العريس، حب السيد يسوع المسيح على الصليب. إزاي؟ يقول الوحي المقدس في أشعياء 53: هو الذي أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، الرب وضع عليه اسم جميعنا، لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحسن وأن يجعل نفسه ذبيحة اسم. افهموا يا بشر، افهموا يا بشر، افهموا يا مؤمنين، افهموا يا بشرية. اللي بيطلع يقول لك كيف أن المسيح عليه الله سمح ابنه أن يصلب ويضرب على قفاه ويتجدف على، وهو مجروح من أجل آثامك يا أخي، مسحوق من أجل خطاياك. ده تعذب واتضرب على الصليب عشانك وانت طالع بتجدف عليه. بص النص: الرب وضع عليه اسم جميعنا، كل البشرية، وهو يكفر عن كل البشرية. عمل ايه؟ لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. ثاني: هو الذي أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. شفناه على الصليب مجروح معذب، الشوك على راسه، ظهره قد مزق من الجلد والعذابات، التهزيء اللي ناله، كانوا بيلطموه يقولوا تنبأ مين ضربك، وتطلع تجدف عليه. أتخيل هؤلاء المجدفين يوم القيامة لما حيقف قدام يسوع المسيح. ما هم حيقف قدام يسوع، ما انت حتقف قدام يسوع المسيح، مش حتقف قدام حد، هو يسوع المسيح بالقرآن بالسنة بالإنجيل بالكتاب المقدس. حتقف يوم القيامة قدام يسوع المسيح. ارجع لسورة البقرة 210: هو ذا يأتي على السحاب ومن حوله الملائكة وقضي الأمر. 210 عندك كده في القرآن بتاعك. مين اللي هيجي يوم القيامة؟ ألا ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لما تقف قدامه وتقول له أنا كنت بجدف عليك، وبقول عليك ده أنت مضروب على قفاك، هتروح من ربنا فين؟ هتروح منه فين؟ وانت واقف قدام ملك الملوك ورب الأرباب يوم الحساب. هو الذي أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، هو مسحوق لأجل معاصينا، مسحوق لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. العريس هنا بيعلن مدى حبه للعروسة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان كده العريس هنا بينادي العروسة، بيقول له، بينادي الكنيسة، بينادي جماعة المؤمنين، بينادي النفس البشرية: قومي يا حبيبتي. بداية الطريق مع السيد المسيح هي القيامة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي. مع القيامة تتحول هذه النفس البشرية من نفس قبيحة مشوهة، زي ما شافت نفسها في بداية السفر: أنا سوداء كخيام قيدار. خيام قيدار بكل قباحتها، باللون الأسود الخشن،
اللي بيترمي عليه صماد. شرحنا قيام قدار دي وقلنا هي قبيلة اللي كانت بتشعل النيران وبتعمل في الفحم، فبالتالي الصماد بتاع الأبخرة اللي كان بيطلع من هذه الصناعة بيلتصق بالخيام بتاعتها، فتبدو شكلها قبيح جدا، لون أسود قبيح، لون الصماد اللي هو من الحريق، والملمس بتاعها خشن جدا، شكلها في منتهى القباحة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي، يراها السيد المسيح في القيامة ايه؟ بدل ما تكون مشوهة قبيحة مثل قيام قدار، يراها رائعة جميلة مثل شقائق سليمان. عشان كده اللي يقرأ في الفصح الأول يقول أنا سوداء وجميلة كخيام قدار كشقائق سليمان. الكلام مش مركب، الكلام الحسي مش مركب. ازاي تكوني قبيحة بقبح قيام قدار وجميلة بستائر قصور سليمان التي كانت الناس تتحكى بها؟ ده يجي فين؟ يجي في القيامة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي. هذا الجمال يجي من فين؟ من بداية القيامة. القيامة من بداية القيامة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي. مع القيامة تتحول هذه النفس البشرية من نفس قبيحة مشوهة مثل قيام قدار إلى نفس جميلة رائعة مثل شقائق سليمان. لذلك يناديها السيد المسيح ويقول إيه؟ يا جميلتي. وحقيقة خلينا انتهز الفرصة دي وأقول لكم هذا ما نراه ونلمسه ونشوفه في الإخوة العابرين. في الإخوة العابرين مرات كثيرة نرى الشخص في شخصيته المسلمة شخص عدواني. حتى العائلات المسلمة لما فجأة تلاقي كده واحد عابر ولم يعبر، يعني لسه ما كلمهمش، ما قال لهمش أنا عبرت. العائلة نفسها بتبتدي تشعر تصرفاته في كابن للنور، بعد ما كانت نفسي إرهابية غضوبة سافكة للدماء مكفئة المجتمع عدوانية للمجتمع وللدولة حتى للأسرة اللي تربت فيها، بعد ما كانت حتى كارهة للأب والأم. طلع عندنا تيم هنا وقال لو أبويا وأمي كنت حقطع رأسه زي ما قطع رأس التلميذ قطع رأس مدرسه. بمجرد قبولها المسيح فادي ومخلص تتحول هذه الشخصية لشخصية أخرى تماما وتسهر على ثمار الروح القدس، تتغير. محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ما هي دي ثمار الروح القدس اللي انت بتاخدها. تتغير النفس من النفس البشرية المشوهة كخيام قدار إلى شقائق نعمان. عشان كده يراها السيد المسيح قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. نداء لكل البشرية، نداء للبشر، قوموا بقيامة السيد المسيح. نداء لجميع الباحثين عن رب الإله. يقول الوحي المقدس تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا. خلي بالك مش هيشيل سيف ويجيبك، مش هيشيل مدفع رشاش ويقتلك، مش هيقطع رأس أخوك عشان انت تخاف وتيجي، مش هيخطفك ويحطك في الخطف 4 سنين ويقول لك لو ما رجعتش تقول ان انا مسلم هقتل زميلك اللي قاعد مع. مش هيعمل كده. امال هيعمل ايه؟ يقول الوحي المقدس ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه هو معي. من له آذان للفهم فليفهم. اللي عنده آذان للفهم يفهم يا بشر، يفهموني. الإيمان يبدأ بالقيام من الخطيئة يا بشر. بداية الإيمان تبدأ بالقيامة. يطلع واحد يقول لك أصل أنا أؤمن بالله الواحد، ماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك يا راجل؟
أفدت المحكمة. أنت تعرف أن الله واحد، يا سلام، أفدت المحكمة. بص الروح المقدس يقول لك إيه؟ أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. الشياطين تؤمن وتقشعر. ثم الشياطين برضو عارفة أن الله واحد وتؤمن أن الله واحد. إيه فرقك بين الشياطين؟ إيه فرقك بينك وبين الشياطين؟ هي الشياطين عارفة أن الله اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ الشياطين عارفة الله أكتر منك، أكتر منك. رسالة يعقوب الاثنين، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. أهلا وسهلا، متشكرين. أفدت المحكمة، رقاصة وبترقص. ما في إيه؟ الشياطين تؤمن وتقشعر. الشياطين برضو عارفين. طيب بلاش الشياطين. ما هو الفرق بينك وبين قايين وهابيل؟ قايين وهابيل الاثنين كانوا بيؤمنوا أن الله واحد، وكانوا بيقدموا قرابينهم إلى الإله الواحد. لماذا قبلت قربان هابيل ورفض قربان قايين؟ افهموا يا بشر، افهموا يا بني آدمين. لماذا قبل قربان هابيل ورفض قربان قايين؟ هو قايين كان بيؤمن باثنين ثلاثة أربعة خمسة آلهة؟ ما كان بيؤمن ان الله واحد، وكان يعبد الإله الواحد، وقدم قربانه للإله الواحد. ليه رفض وليه قبل قربان هابيل؟ لأن هابيل قدم رمز حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن قايين قال إيه؟ أنا أخلص بأعمالي بقدرتي، أنا أؤمن الله واحد كفاية، أؤمن بأخلص بأعمالي. يا بشر ما ينفعش. الله كامل القدسية، لا يستطيع أن يعيش معه ما به أدنى عيب دنس. عشان ترجع إلى طبيعتك التي تؤهلك أن تعيش مع الله لازم يكون ما عندكش ولا عيب ولا دنس. يقدر يطلع واحد يقول لي أنا أقف أمام الله يوم القيامة أقول له أنا لم أرتكب ذنب واحد في حياتي، لم أخطئ في حياتي، جيبوا لي واحد زي ده، جيبوا لي واحد زي ده. مفيش، ما حدش يقدر يقول كلام، ما حد، لا أحد يجرؤ إنه يقف، لا في زمان، لا من زمن آدم لغاية النهاردة، مفيش. ده حتى عندكم في حديث الشفاعة، جبتوا إبراهيم، جبتوا آدم قال أنا أخطأ، جبتوا نوح قال أنا أخطأ، جبتوا إبراهيم قال أنا أخطأ، جبتوا موسى قال أنا أخطأ. أول لما جبتوا عيسى لم يذكر ذنبا. ما هو الوحيد اللي يقدر يشفع لك، الوحيد اللي يقدر يكفر عن خطاياك اللي ما عندوش ولا ذنب. إذا كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد الذي أثقل، قال له لم نغفر لك ذنبك الذي أنقض ظهرك، ده محمد ارتكب من الذنوب ما ينقض الظهر، يشفع لك إزاي؟ ما محتاج لشفيع. الذي ارتكب الذنوب محتاج لمن يشفع فيه. مين اللي يقدر يشفع فيه؟ الذي اللي مرتكب ذنب. مين اللي ما ارتكبش ذنب بالفكر المسيحي والإسلامي؟ مين الوحيد؟ الوحيد سيد المسيح له كل المجد. عشان كده ذبيحة هابيل الذي قدم رمز السيد المسيح حمل الله الذي يرفع العالم قبلت منه. قال له أنا مش هقدر أخلص بنفسي، أعمالي خطاءة، طبيعتي خطاءة. قايين قال له أبدا، أنا أخلص بأعمالي. راح حرس الحقل ونظف الجش وزرع البذر وروى وسمد وحصد وجاب أعمال يده. قال له أعمال يدك شريرة، هناك خطيئة رابضة يا أخي، طبيعتك تغيرت، لن تستطيع أن تعيش مع الله إذا كان فيك أدنى عيب أو دنس. فبقيامة السيد المسيح، الإيمان بقيامة السيد المسيح هو بداية الإيمان. الإيمان يبدأ بالقيامة من الخطية. افهموا يا بني آدمين، بقيامة السيد المسيح له كل المجد يقول لجماعة المؤمنين، للعروس قومي من الموت.
وتعالي ذوقي حياة النصر على الخطيئة، حيث أعطيكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب. شايفين روعة الآية؟ شايفين روعة الآية؟ شايفين روعة الآية؟ أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. 4-5 كلمات فيهم من روعة الوحي الإلهي اللي يخليك تطلع وتحلق في السماء، تطلع وتحلق في السماء. لأن الشتاء قد مضى، لأن الشتاء، الآية 11، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الشتاء والمطر هم العهد القديم. العهد القديم انتهى بظهور شمس البر. خلي بالكم من الآية، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. انتهى العهد القديم بظهور مين؟ بظهور شمس البر الذي أتم عملية خلاص العالم بالمجيء الأول. بعد العهد القديم يأتي العهد الجديد. طب الكلام ده كتابي؟ قال عنه سليمان الحكيم بروح النبوة في سفر نشيد الأناشيد. طب هل هذا الكلام له دعم كتابي؟ ده قبل 3000 سنة يخبر أبونا إبراهيم عن حد اسمه كاهن الله العلي. مين كاهن الله العلي؟ ملكي صادق. ملكي صادق ده قبل تكوين مملكة بني إسرائيل. أبونا إبراهيم في معركة كدر لعمر عندما أسروا لوط وأسرته وكل مدينة سدوم وعمورة و5 مدن وطلعوا بيهم في الأسر، أبونا إبراهيم لأول مرة نجد أنه رجل حرب، يقوم يجند الغلمان بتوعته العبيد بتوعته 300 شخص ويطلعوا يحرروا هؤلاء الأسرة ويعيدوا الغنائم إلى الناس اللي مأخوذين. وفي طريق العودة تخرج الملوك اللي هم انتصروا عليهم ويقدموا الذبائح والاحتفالات لأبونا إبراهيم، لأنه رجع لهم أولادهم وبناتهم والغنائم. وفي السكة يطلع واحد اسمه ملكي صادق ويقدم ذبيحة غريبة، يقدم خبزا وخمري، ويسميه الوحي المقدس كاهن الله العلي. الله، تكوين 14 يقول كده: وملكي صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهن الله العلي. ده قبل بني إسرائيل وقبل ما إبراهيم يجيب يعقوب ولا إسحاق ولا إسماعيل ولا حسنين ولا عبد السلام، لسه ولا حد. ملكي صادق يقدم نوع غريب جدا من الذبائح، أخرج خبزا وخمري. إيه يا عم، وكاهن الله العلي. 3000 سنة قبل الميلاد. يجي داود النبي قبل 1000 سنة من الميلاد ينبي عن السيد المسيح ويقول له: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. إزاي؟ مزمور 110. لاحظ دقة الوحي المقدس. أصل أنت لما تتكلم عن الوحي المقدس ما هواش بقى فلما قضى زيد منها وتر والكلام الفاضي ده، لا. وأحصنت مش عارف إيه ونفخنا في إيه يا عم، لا، ده الوحي المقدس. ركز: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. مزمور 110. لاحظ الدقة: أنت كاهن إلى الأبد. يطلع واحد يقول لك: أصل هذه نبوءة عن داود نفسه. يا راجل يا راجل يا راجل افهم، يا راجل اقرأ وافهم. هو داود للأبد. هو ده داود أساسا ما كانش كاهن يا عمي. يا عم داود من سبط يهوذا، سبط الكهنة، سبط لاوي. هو أي كلام في أي موضوع. هو أساسا أي حد عايز يقول أي كلام.
وانتوا فاكرين ده قرآن أي حد اجتهد وقال وقال فلان وقال فلان وقال فلان وفي الآخر الله أعلم؟ لا يا عم، لا، ده وحي مقدس ليه تفسير واحد، ليه إيمان واحد. النص بيقول إيه؟ كان كاهنا، أنت كاهن، أنت النبوة بتقول عن مين؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. إيه رتبة ملكي صادق؟ اللي هي الخبز والخمر. كاهن الله العلي برتبة الخبز والخمر إلى الأبد. مين الأبد يا بشر؟ هل يوجد كائن في السماء أو على الأرض أو تحت الأرض يمكن أن يطلق عليه أزلي أبدي غير الله؟ مفيش، مفيش، مفيش. لأن الشتاء قد مضى والمطر قد زال، العهد القديم راح. يطلع زغلول النجار بوقاحة على الفضائيات وفي برنامج مع عمرو أديب يعمل مداخلة ويقول لا يوجد شيء اسمه العهد القديم ولا يوجد شيء اسمه العهد الجديد. طب يا عم اجرى بدل ما تضحك الناس عليك. بص الوحي المقدس يقول ايه في متى 26 وفي مرقس و14 في العشر. أخذ الخبز. بص زغلول الجبار ايه قال ايه؟ لا يوجد عهد قديم ولا يوجد عهد جديد. طب يا عم طب ما تفهم، يمكن تفهم، اقرا يمكن تفهم، اقرا يمكن تفهم. يقول الوحي المقدس أخذ الخبز وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا لأن هذا هو دمي، ركز معايا، الذي للعهد الجديد يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. الذي لإيه؟ للعهد الجديد. تطلع تقول ما فيش حاجة اسمها عهد جديد لما هو قال العهد الجديد، لما النص أساسا بيقول على العهد الجديد، لما النبوة بتقول قبل 1000 سنة على رتبة ملكي صادق كاهن الله العلي، لما قبل 3000 سنة في نبوة إبراهيم على ملكي صادق، قبل 1000 سنة على لسان داود على رتبة ملكي صادق كاهن الله العلي إلى الأبد. ويجي يحقق النبوات ويقول لهم اهو شايفين الخبز والخمر اللي قدموا ملكي صادق كاهن الله العلي قبل 3000 سنة، شايفين ما أنبأ عنه داود قبل 1000 سنة، اهو أنا خذوا هذا هو جسد ودمي. ليه يا رب؟ للعهد الجديد. يطلع واحد حمار يقول لك ما فيش حاجة اسمها عهد جديد. صحيح، إنهم لا يقرؤون وإن قرأوا لا يفهمون وإن فهموا ينكرون. انتهى العهد القديم بمجيء السيد المسيح. عشان كده على الصليب قال ايه؟ قد أكمل. فانشق حجاب الهيكل، انفتح. ايه حجاب الهيكل؟ ايه الهيكل؟ ما هوش المحراب اللي وقف عليه موسى ميت في سنة وشفتوه ويجنن سليمان وهو ميت سنة سليمان الحكيم واقف مسنود على عصاية ومحدش عارف انه ميت في المحراب. لا، ده مش المحراب. الهيكل اللي هو قدس الأقداس، اللي هو بيرمز نشيد الأناشيد، هو بيرمز إلى قدس الأقداس. عشان كده على الصليب انشق الحجاب واتفتحت بيننا، اتفتح الحجاب الذي كان يحجبنا عن قدس الأقداس، الذي كان يحجبنا على اللاهوت، كان يحجبنا على الآب. وانتهت الذبيحة الهارونية الحيوانية وبدأت وحل محلها الذبيحة الأصلية السيد المسيح الكفاري الذي أعطانا خبزا وخمر عشان نقدم على المذبح ونأخذ جسده ونأخذ دمه فيثبت فينا ونثبت فيه. افهموا يا بشر، افهموا يا بني آدمين، افهموا. شايفين نبوة يعني ايه؟ 3000 سنة قبل الميلاد ينبئ أبونا إبراهيم عن الخبز والخمر الذبيحة الكفارية التي سيأتي يقدمها السيد المسيح. 1000 سنة قبل الميلاد يفسرها
ويؤكدها داود النبي في نبوءة عن السيد المسيح: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. السيد المسيح يقول لهم: شايفين كل النبوءات اللي تمت 350 نبوءة في العهد القديم، 44 رسول، كل النبوءات دي ايه اليوم قد تحقق كل هذا، اليوم قد تحقق كل هذا. ويأخذ خبز وخمر ويبارك ويكسر، يقول لهم: هذا هو دمي للعهد الجديد اللي كلموكم فيه كل الأنبياء والرسل اللي فاتوا. الآية 12: الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القب، وسمع صوت اليمامة، سمع في أرضنا. الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا. الأرض اللي هي بترمز للجسد الذي أخذ من تراب يعني. الزهور ظهرت في الأرض، ثمار الروح القدس ظهرت على البشر بعد تقديمه جسد، بعد تقديمه الخلاص. ما هو قال لها: قومي. قاموا البشرية اللي آمنوا بالفداء، قاموا مع القيامة وظهرت ثمارهم. هذه الأرض، هذا الجسد اللي كان مشوه خرب كخيام قدار أفسدته الخطية، نرى أنه أزهر الزهور. ظهرت الزهور. واحد زي شاول الطرسوسي الذي كان يضطهد الكنيسة يتحول ويصبح بولس الرسول ويبشر باسم الكنيسة. موسى الأسود اللي كان زعيم عصابة وقاطع طريق يتحول إلى راهب ورئيس آباء. أغسطينوس فيلسوف الديانة المسيحية الذي كان غارقا في الشهوات في الجسد. سيرة أغسطينوس بتقول إنه مجموع النساء اللي عاشرهم 249 امرأة. مش عارف ليه ما كملهمش عن 250، بس هم مكتوبين 249. هذا الرجل الذي كان يعيش عيشة الفسق والفجور يتحول إلى القديس أغسطينوس الذي كتب أعظم كتابات. بلغ أوان القضب اللي هو تقليم الأشجار. طبعا مش ممكن تفسر الكلام ده تفسير حسي. يعني حاول تفسره تفسير حسي. تصور العريس قاعد يقلم في العروسة، قاعد يقطع فيها، ما تجيش. بلغ أوان القضب اللي هو التقليم الأشجار، طريقة العناية، إزالة الفروع الميتة، إزالة الفروع اللي بتقوم بدون يعني متقاطع مع بعض، فبيقلموا الشجرة عشان تأتي بثمار جميلة. مش ممكن معنى الحس يقول ان العريس قاعد يقلم في العروسة، قاعد يقطع في العروس، ما يمكن. الناس اللي بتتكلم على التفسير المعنى الحسي للكلام. بلغ زوان القضب، أتخيل العريس قاعد طق 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 يقطع في العروسة، كلام فاضي. الوحي المقدس بيقول كده: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. القلم التقليم، بلغ أوان القلم التقليم، وصوت اليمامة سمع في أرضنا. اليمام غير الحمام. الحمام هو البيجن، اليمام هو الدوف. وهو اليمام ده طائر حزين بيحب الوحدة والانعزال، بيدخل في صخور وبيعيش معتزل، وهو يشير إلى اعتزال الكنيسة عن العالم وخطاياه. هذا الصوت على الرغم أنه معتزل العالم، معتزل خطايا العالم، سمع في أرضنا. يقول الوحي المقدس: اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. اذهبوا تلمذوا، سمع في أرضنا. صوت التعبير بما صعد السيد المسيح إلى السماء، لما يصعد قال لهم: روحوا لكل الأمم وعمدوهم، وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ومن ذلك اليوم ونحن نسمع صوت المبشرين بيبشروا باسم يسوع المسيح له كل المجد. التينة أخرجت فجها، قعال الكروم تفيح رائحتها. قومي يا حبيبتي
يا جميلتي وتعالي. تاني نفس الكلام. الفج، فج التين هو براعم التين الصغير، والقعال بتاع العنب اللي هو العنب أول لما يعجب، في الفلاحين يسموه الحصرم، أول لما يعجب يبقى صغير كده، اللي هو الصغير دي وعنده ريحة جميلة جدا. التينة أخرجت فجها، قعال الخروم تفيح رائحتها، اللي هي علامات المجيء الثاني. افهموا يا بشر، علامات المجيء الثاني. 1400 سنة ربنا بيرسل الأنبياء، موسى ويشوع ابن نون وصمويل وأشعياء، 1400 سنة بينبئ عن المجيء الأول. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. بينبئ عن الفداء والصلب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. بينبئ عن القيامة. حصل ولا ما حصل؟ حصل. وأنبأنا بعد ذلك تلاميذ السيد المسيح بالروح القدس عن المجيء الثاني، وأنبؤونا عن علامات. هذه العلامات النهاردة بنشوفها. يقول الوحي المقدس في علامات المجيء الثاني عن أمة إسرائيل: التينة أخرجت فجها. التين اللي هي أمة إسرائيل، اللي في آخر الأيام سوف يعودون إلى السيد المسيح. نبوءة هوشع الإصحاح 3. يقول الوحي المقدس: وبعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، فيفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. في آخر الأيام. في آخر الأيام. إسرائيل النهاردة لا يخفى على أحد موجودة، والقرارات الأخيرة أدتها أورشليم كاملة. يعودون فيطلبون داود ملكهم. هو داود حيكون داود ما مات من زمان، لكن بيطلبوا مين؟ بيطلبوا، ما هو داود رمز السيد المسيح. لا يخفى على أحد إنه بني إسرائيل النهاردة في أرض الميعاد، أقاموا إورشليم، عادوا إلى العاصمة مرة أخرى. لا يخفى على أحد إنه النهاردة داخل إسرائيل في 1.5 مليون واحد آمنوا بالمسيح وعادوا، زي ما قالت نبوءة أشعياء النبي. هنا بقى نبوءة هوشع في الإصحاح 3: وبعد ذلك يعود بني إسرائيل يطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، فيفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. التينة أخرجت فجها. التينة اللي هي بني إسرائيل، الأرض القديمة. قلاع الكروم تفيح رائحتها. السيد المسيح شرح الكلام ده. قالوا سليمان الحكيم قبل 900 سنة. يجي السيد المسيح يقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه يأتي بثمر كثير، لأنكم، اسمعوا يا بشر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون السيد المسيح لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون السيد المسيح لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون الإيمان بالقيامة والفداء مهما عملت لا تستطيع أن تفعل شيء. علامات المجيء الثاني في بني إسرائيل التينة، المسيحيين الكرمة. الاثنين يخبرون المجيء الثاني على الأبواب. لذلك ينادي السيد المسيح بصوت عظيم ويقول: التينة أخرجت فجها، قعال الخروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. الباحث عن الحق، أيتها النفس الساعية والباحثة عن الحق، قومي وتعالي. لابد من القيامة، لأنكم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. بدون الإيمان بموته وقيامته من الأموات لا تستطيعوا أن تفعلوا شيء. إلى كل من يدعي أنه يؤمن بالسيد المسيح عليه السلام، بدون إيمانك بموته وقيامته لا تستطيع أن تفعل شيء. قومي وتعالي، قوم معاه في القيامة. تؤمن بالقيامة أولا، فبالقيامة تقوم من الخطية فتأتي إليه، تثبت فيه ويكون فيه، لأنكم تكون غصن في الكرمة الحقيقية. هو الكرمة الحقيقية.
عندئذ تأتي بثمر كثير. ليه؟ لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. تقدر تجيب ثمر من غيرك، من غير يسوع المسيح. هو بيقول أنا الكرمة وانتوا الأغصان، أنا الشجرة وانتوا أغصان فيا. بدون ما تكون ثابت فيه بدم وجسد المسيح الذي نأخذه في سر الأفخارستية لن تستطيع أن تأتي بثمر. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، نفس النداء اللي أخذناه في الآية 10. النداء ده كان في الآية 10 الكنيسة الأولى لليهود العهد القديم، لكنهم رفضوه. عشان كده يقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. في الآية 13 يكرر النداء، لكن المرة دي إيه؟ كنيستين، العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده الوحي المقدس في يوحنا 1 يقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. تأكيد على الإيمان. قومي وتعالي، كنيسة العهد القديم كنيسة العهد الجديد. الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لم تقبل الفداء ولم تقبل القيامة، لا حتصير أولاد الله ولا حيديك سلطان. سواء كنت من العهد القديم، سواء كنت من العهد الجديد، سواء كنت من عهد حسن عبد السلام، هو كده. قومي وتعالي، لازم تقوم من الأموات معه من الخطيئة. شايفين المعنى الروحي العالي؟ كيف نحلق في السماء عاليا روحانيا. كلمات رائعة تسمو بك إلى السماء. ويطلع بعد ده كله واحد يقول لك أصل دي ألفاظ جنسية. كيف يقول حبيبتي وجميلتي؟ هذا ألفاظ جنسية تثير. يا عم افتح القرآن والسنة والفقه. ده أنا أجد ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها وتتآذى الآذان عن سمعها. الأخ المسلم معترض على لفظ حبيبتي وجميلتي، يقول أنا أخجل أن أقرأ أمام أختي وأمي وبنتي حبيبتي وجميلتي. تقرأ تخجل أن تقرأ حبيبتي وجميلتي؟ طب اقرأ لنا حديث ماعز كده. اقرأ لنا حديث ماعز قدام أمك وأبوك واللي خلفوك واللي جابوك. تقدر؟ بلاش ماعز، امشي يا ماعز، وحش يا ماعز. أبو بكر كان بيقول إيه؟ امصص بذر اللات يا راجل، وزعلان من حبيبتي وجميلتي. بلاش أبو بكر، امشي يا أبو بكر، وحش يا أبو بكر. خلينا في الرسول، الرسول اللي ما قدرناش نقول الكلام اللي قاله في حديث ماعز. بلاش الرسول، خلينا في القرآن. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومكسوف من حبيبتي وجميلتي. يا جماعة يا اخوانا، الله. لا، بيطلع واحد يقول لك لا سيبنا من الألفاظ، خلينا في المعاني. خلينا في المعاني، خلينا في المعاني، خلينا في المعاني. أطلع أقرأ في الفقه بتاعك يقول يجوز للمسلم أن يباشر الرضيعة بالقبلة والضمة والشهو والتفخيذ حتى ينزل بين فخذيها. ده دين الله، ده الدين. ومش عاجبك حبيبتي جميلتي؟ لا أجد ما أقوله غير مبصرين لا يبصرون، سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. بعد رفض الأمة اليهودية النبوة عن عودة اليهود إلى المسيح والإيمان الكنيستين بالكنيسة القديمة والكنيسة الجديدة، جاءت الدعوة للاثنين. يقول الوحي المقدس في الآية 14 يا حميمتي يا حمامتي في محاج الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك، اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. الصخر اللي هو السيد المسيح. وهنا بيؤكد على الضعف أمام التجارب إبليس. الحمام مخلوق ضعيف،
الحمام مخلوق ضعيف جدا، لكن باحتمائه في الصخر اللي هو السيد المسيح لا تستطيع أنك توصل. تتحطم كل محاولات التجارب على الصخر بالسيد المسيح، تتحطم كل، ما يقدرش إبليس يوصل. يا حميمتي في محاج الصخر، الصخر هو السيد المسيح، في ستر المعاقل. ستر المعاقل هو السور اللي بيتبني حول المدن لحمايتها من الأعداء. هذا هنا العريس بيرى جمال العروسة اللي هي النفس، يرى جماله في الاحتماء به. هو عارف انها هي ضعيفة زي الحمام، التجارب ممكن تدمرها، لكن احتماؤه به في محاجر الصخر بالسور اللي ممكن يبنيه عليها، يقول الوحي المقدس أبواب الجحيم لا تقوى عليه. الكنيسة مرت بتجارب فظيعة جدا جدا، لكن وعد ربنا أبواب الجحيم لا تقوى عليه. اللي اضطهدوا الكنيسة على مر العصور ماتوا وراحوا، والكنيسة قائمة. لأنها إيه؟ لأنها في محاج الصخر، تحتمي بصخر يسوع، ستر المعاقل. أريني وجهك. هذه النفس التي واجهت التجارب ورأت نفسها بتقول أنا سوداء كخيام قيدار، يراها السيد المسيح عندما تقف أمام الرب بالتوبة، يراها جميلة كشقائق سليمان. اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف، صوت التسبيح أمام الله ومسرة للرب. كم من محاولات لإبليس المستمرة يحاول فينا أن يبعدنا عن الله. عندما نسقط في خطيئة يصور لنا أن الله مش عايز يشوفنا، مش عايز يبص لنا من قباحة الخطية التي سقطنا فيها. لكن الله هنا بيقول، السيد المسيح يقول إيه؟ تعالوا بخطاياكم، بأسامكم، بسقوطاتكم، ما أنا عارف أنه أنتوا ضعيفين، ده أنتوا زي ده أنتوا جش. قوموا أروني وجهكم، اسمعوني صوتكم بالتوبة. صوت التوبة لطيف ورائع، يحول الوجه القبيح مثل الأسود مثل خيام قيدار إلى شقائق سليمان. لذلك يقول صوتك لطيف ووجهك جميل. وبعد ده كل، بعد هذا التحليق في السمو، يطلع واحد يقول لك أصلها زي امسس بذر اللات. عمر ما إلهنا وإلهكم حيكون واحد. آية 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. حاول تفسر الكلام تفسير حسي. يعني عريس بيغازل عروسه، أهلا وسهلا، بيقول لها خذوا لنا الثعالب الصغار. يعني تصور اتنين، عريس قاعد، حط عريس وعروسته، حبيب وحبيبته، حاطين كوبايتين ليمون وقاعد بيغازل فيها، بيقول له خذوا لنا الثعالب الصغار. ايه يا عمي؟ ايه دخل الثعالب في الغزل؟ ثعالب ايه؟ المفسدة للكروم، وبالذات الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ايه دخل الثعالب الصغار التي تفسد الكروم في العلاقة بالغزل بالعريس؟ طبعا الكلمات تبقى مركبة غير مفيدة. لكن تعال للوحي المقدس، تعال شوف مروعة الوحي المقدس. الثعالب الصغار، الثعلب هو طبعا معروف الثعلب المكار، وهي الطرق الماكرة التي يستخدمها إبليس في محاولة إفساد حياة المؤمن أو جماعة المؤمنين. بيكرر الثعلب مرتين، الثعالب يكرر. الثعالب الصغار الخطايا الصغيرة اللي تدخل بمكر في النفس البشرية، أو تدخل بمكر في جماعة المؤمنين. تسهر فكرة صغيرة ماكرة ما حدش يخلي باله منها، ما أصل دي حاجات بسيطة، ولكن تبدأ هذه الثعالب الصغيرة، تبدأ هذه الخطايا الصغيرة، تبدأ هذه الهرطقة الصغيرة تكبر وتتضخم لغاية ما تحدث الشقاق، لغاية ما تحدث السقوط الكامل للنفس البشرية، أو تحدث سقوط الإنقاق في الكنيسة. هذه الأفكار الماكرة التي تنشأ داخل الكنيسة مخالفة للتعليم المسلم مرة للقديسين، تبدأ صغيرة
وتكبر تكبر تكبر. عشان كده بيقول خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقلعت. أي تعليم يجي مخالف للتعليم المسلم مرة للقديسين خلوا بالكم منه مهما كان صغير. السيد المسيح كان واضح جدا في لوقا 24، قال للتلاميذ أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. طب ما نروحش نبشر، ما نروحش اوعى تتكلم ولا كلمة، أقيموا في أورشليم. وبالفعل استمروا قاعدين في أورشليم. وفي أورشليم في اليوم الخمسين يقول الوحي المقدس في أعمال الرسل 2 صارت بغتة في السماء وصوت كهبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهر لهم ألسنة منقسمة كنار من لهب واستقر على كل واحد وامتلأ الجميع من الروح القدس. لذلك التوقيت التلاميذ انتشروا وراحوا العالم كله وبدأوا يبشروا بالسيد المسيح. في حد بشر ببشارة مختلفة؟ يعني عندنا توما مثلا راح لغاية الهند. توما أخذ مركب وباع نفسه عبد لأنه ما كانش معاه الأجرة، باع نفسه عبد. أجرة العبد الأجرة بتاعته دفعها أجرة انتقاله من الشام، من أورشليم لغاية للهند، وراح بشر بحاجة مختلفة. يعني احنا النهاردة نلاقي مسيحيين الهند مثلا بيقولوا ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. ما ينفعش. هو نفس البشارة، نفس الفكر، نفس التعليم المسلم مر القديسين. عشان كده يوحنا رسالة يهوذا واضح جدا، اجتهدوا لأجل التعليم المسلم مرة القديس. هو التعليم اتسلم مرة واحدة. ما فيش أصل قال فلان وقال فلان وقال فلان واختلف العلماء والله أعلم. ما فيش لا يعلم تأويله إلا الله. لا، هو ربنا منزل لنا كتاب عشان ما حدش يفهمه. ما ينفعش. هو التعليم المسلم مر القديسين. اجتهدوا لأجل التعليم المسلم مر القديسين. عشان كده بيقول خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم لأن كرومنا قد أقلعت. التحذير من الهرطقات الصغيرة، الخطايا الصغيرة اللي تبدأ صغيرة وتكبر فتفسد الإيمان. وترد الكنيسة بفرح وتقول حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن، بالتخلص من المكر والثعالب الصغيرة. وتكرر وتؤكد أن المسيح يسوع له كل المجد هو رأس الكنيسة، سر هذا الجمال. حبيبي لي وأنا له. هو راعي الكنيسة. إلى متى؟ إلى متى يكون راعي الكنيسة؟ إلى أن يفيح النهار. الآية 17 إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. ارجع وأشبه حبيبي بالظبا بغفر الأيائل على الجبال المشبعة. إلى أن يفيح النهار. الريحة الجميلة العطرة والزهور والرياحين عند ظهور نوار الشمس. يفيح النهار لما أول في الفجر كده تلاقي الزهور ابتدت تتفتح وروائح جميلة انتشرت. إلى أن يفيح تنهزم الظلال، تختفي مع الغروب. هنا الكنيسة المجاهدة التي تعيش على الأرض تخاطب السيد المسيح الذي له كل المجد، تنتظر مجيئه الثاني حتى يزيل ظلمة إبليس الذي يجربنا بها، ويأخذ إبليس ويلقيه هو وأعوانه في بحيرة النار والكبريت المعدة لإبليس وأعوانه منذ تأسيس العالم. إلى ذلك الحين أرجع وأشبه حبيبي بالظبا والأيائل على الجبال. إلى ذلك الحين أنا أرجع وتشبه بك زي الظبا اللي هي عيونها حادة تلتقط الأعداء، تلتقط الأفاعي من بعيد، وزي الأيائل وفي سرعة الأيائل أروح كما قلت لنا أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا على العقارب. تطلب هذه النفس البشرية
أن تكشف كل التجارب والمؤامرات، وأن تدوسها ويبطل هذه التجارب، وتتزر الكنيسة المجاهدة أن يأتي السيد المسيح في المجيء الثاني فتصعد وتتحد بالكنيسة المنتصرة. ولإلهنا كل مجد وبركة وعزة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.